ازاي اليهود بيزوروا جائزة نوبل. انتشرت الصورة دي من مؤسسة نوبل قارن بين عدد اليهود والمسلمين اللي كسبوا نوبل بالتخصصات العلمية، الطب والكيمياء والفيزياء. المنظمة بتقول ان اليهود اخدوا نوبل 189 مرة رغم ان عددهم من سكان العالم 2/10%، بينما المسلمين خدوها 4 مرات بس رغم انهم ربع سكان العالم. انا معاكم يا عم، المسلمين دول متخلفين واغبياء. تمام، تعالى بقى نمد الخط على استقامة. لو شلت جنوب افريقيا فدول افريقيا السمراء كلها ما خدوش الجايزة ولا مرة. امريكا اللاتينية بقى خدوا الجايزة 4 مرات بس. عارف الصين المليار و400 نسمة دول خدوا الجايزة 5 مرات بس. الهند 7. لو جمعت اسيا الصين والهند وروسيا بلس افريقيا بلس امريكا اللاتينية 6 مليار نسمة خدوا الجايزة 26 مرة. يا منظمة نوبل عايزة تقنعيني ان 15 مليون يهودي خدوا الجايزة 189 مرة وثلاث قارات مجموع سكانهم 6000 مليون خدوها 26 مرة بس؟ اقنعني ازاي؟ وده يخليني اسالك سؤال مهم، من يمتلك جائزة نوبل؟ وايه الرسالة اللي عايز يوصلها للعالم؟ لازم تجاوب على السؤال. لايك، فولو، شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاتة.